بطريقة لوميس. أول حاجة هنرسم كرة اللي هي لو بصيت لها من أي زاوية بتبان دايرة. أرسمها في نص الورقة وهسيب لها مسافة فوق، مسافة الأكبر تحت. هشد خط في النص لأن البنت بص أمامي صح، فهشد الخط فين؟ في نص الكرة، يبقى خط مستقيم. متأكد إن الخط مستقيم بالظبط. خط عمودي عليه هو خط الحاجة في التلت، في السدس، هنقول في السدس، في السدس الشمال من عرض الكرة كلها. تمام. وناخد برضو الناحية التانية شريحة في سدس الكرة. يعني أنا لو قسمت المسافة من بداية الكرة اللي هي بداية الكرة من أول هنا لحد هنا، لو قسمتها لست أسداس، شوف قسمتها، معنى كده إن العرض ده سدس كده، يعني سدس، كل ده سدس سدس سدس. الخطوات دي ثابتة؟ أيوة ثابتة. في كل مرة بترسم فيها بورتريه بتعمل نفس الخطوات اللي أنا عاملها في الأول دي، وبعد كده هقولك بقى ازاي بقى بعد كده بتغير، وبتغير ازاي. تمام. بتعمل برضو نفس الخط اللي هو الأنف ده في السدس اللي تحت، ده السدس اللي تحت من الكرة، وده السدس اللي فوق من الكرة. احفظ بقى، احفظ دول. بعد كده هتبص توصل الودان بالودان، هتلاقي الوش بص لتحت، بص لتحت مسافة صغيرة، كان هنا فوق ونزل لتحت مسافة. يعني خط لو وصلت الودان بالودان اهي، هتلاقي مين؟ الأنف نزلت تحت حاجة بسيطة. فهمت؟ فمعنى كده ان انت هتنزل بخط الأنف ده مسافة صغيرة تحت، وتطلع بالودان كده اهو. فاللي انت عملته في خط الودان هتعمله في خط الحاجة. هتعمله في خط الشعر. بعد كده تعمل ايه؟ كده انت فهمت الخطوات دي. بعد كده تاخد بقى اي مسافة، دي او دي لازم، دي ودي لازم يجوا قد بعض، المسافتين دول لازم يكونوا قد بعض. بعد كده تاخد اي مسافة من الاتنين ده، دي او دي، هما الاتنين قد بعض، وانقلها تحت اللي هي خط مين؟ وصل لحد فين؟ هنا. ارجع اقيس واتأكد ان هما صح. كده حددت عرض الدقن. بعد كده نوصل بقى الدقن بالدايرة. هاجي من نص الشريحة دي واشوف الدقن، هل الدقن مايلة؟ اه. هنا خط الودان، نقطة الودان كده، يعني المسافة دي داخلة في الودان. تمام. فانا هنزل بالراحة كده بقى عند نقطة الدوران اللي انا وصلت لها دي عشان اوصل للدقن من هنا. كده عملت الدقن. تمام. خدت بالك الخطوات اللي انا ثبتها لك في الاول دي ثابته في كل بورتريه بترسمه، كل بورتريه بترسمه بلومس بتثبت الخطوات دي. هتيجي الناحيه التانية، تيجي برضو من النص كده، تنزل. بعد كده تعمل الدوران، قصاد الدوران ده تعمل الدوران التاني ده، وتبص على البورتريه وانت بتنقل الدقن. خلصت كده، تبدأ بقى تقيس عرض الوش وتقارنه بالارتفاع عشان بس تتأكد ان انت خدت العرض ده متناسق. هو كده كده متناسق، بس هنقيس عشان نتأكد. قيس العرض ده كده اهو، وقارنه. نزل تحت الأنف بشوية، معنى كده ان العرض ده لما تيجي تقيسه كده ينزل تحت الأنف بشوية. فهمت حاجة؟
بس كده هتيجي بقى هنا، تمشي هنا، انا ماشي كده مستقيم اهو، بتيجي في نص الودان من هنا ومن هنا وتبدأ تنحني كده، تلف تاني. ما بتمشيش مستقيم، لا بتنحني لجوه شوية. اه. انت عندك من هنا الحاجب، مش احنا قلنا نهاية الشريحة من هنا الحاجب، ونهاية الشريحة من هنا الحاجب. قبلها بشوية انت بتدخل واحدة تانية وتروح للشعر. الشعر رايح فين؟ جاي هنا كده اهو. الناحية التانية تعمل نفس الكلام بالراحة اهو، تيجي هنا في النص تنحني برضو، نفس الفكرة. هنا مين الحاجب؟ فاكرين اهو، زي الناحية التانية، بس خلي بالك ان الخط ده في النص. تيجي تنحني، تبدأ تميل كده خطوط مستقيمة اهي، خطوط، اتعلم تعمل خطوط مستقيمة. ايوه، عشان تعرف ترسم لازم تكون بتعرف تعمل خطوط مستقيمة. تعمل الودان، احنا قلنا الودان من هنا والأنف هنا، صح؟ يبقى خلاص هنبدأ الودان من هنا، والودان معدية خط اهي، واصلة لحد نهاية أو ده نهاية خط المين الودان. أشوف عرض الودان مش عريضة أوي كده، أضيقها شوية، أبص للعرض، ممكن أضيق مني كمان وأسحب، تظبط شكل الودان. هنا وأسحب، هنا أعرض شوية وأقلل وأروح، وأبدأ أنزل. بعد كده هعمل هاجي من هنا وأسحب الشعر، مش الشعر مسحوب بعد الودان كده شوية؟ أيوه. وبعد كده هميل وأروح لنهاية الشعر، نهاية الشعر فوق الكرة بحاجة بسيطة. الناحية التانية نفس الكلام. شوف أنا بدأت منين، نهاية الودان فين؟ هنا أهو، ظهر الودان. بدأت العرض ده وعرض المسافة، طالع مستقيم، طالع مستقيم، وبعد كده بدأ ينحني كده ويلف. لو جيت تبص على الرقبة هتلاقيها داخلة جوه في العين شوية هنا، صح؟ يعني أنا مثلا عندي خط العين في التلت اللي فوق ده، عملت خط العين في التلت اللي فوق. عندي الحاجب هنا، نهاية العين تقريبا هنا، هدخل مسافة هنا، معنى كده إن الدقن هتظبط معايا هنا. وبعد كده لما أرسم الملامح هعرف أتأكد إن أنا واخدها صح ولا لأ. الناحية التانية قصادها، يعني دي قصاد دي كده يعني، مايلة شوية لبره، مايلة ميل بسيط. بعد كده النبس بادئ منين؟ قصاد الرقبة من هنا، صح؟ هاخد دوران وأنزل مسافة تحت الرقبة، تحت الدقن، ومن ده. بعد كده أسحب النبس كده، أسحب اللبس من عند نهاية الدوران ده كده، خليه مايل شوية لبره. وبعدين هاجي من هنا أطلع مسافة بسيطة وأنزل، وبعد كده أروح الناحية التانية وأعمل نفس الموضوع، أطلع كده. كده رسمنا الأوتلاين بتاع الوش. تعالوا بقى نحدد مكان الأنف ونرسمه. الكلام كله بسيط وسهل، وتقدر تطبقه على أي وش بنفس الشكل ده. مظبوط كده. ممكن أوزع الظل والنور قبل ما أبدأ عادي، كده كده أنا خطواتي هنا صح. هاجي من هنا كده، من خط السنتر في النص، وأحدد مسافة صغيرة، ونفس المسافة أحددها صغيرة. تمام كده، حددت مين؟ عرض الأنف. وأبدأ أقارن العرض ده، مع عمال أزوده، بقيس العرض ده بعناية كده وأقارنه بالعرض ده. فأنا ما ينفعش أخد نقط الأنف دي غير لما أبص لعرض الأنف الوش. فأنا بص للعرض من نهاية الأنف هنا ونهاية الأنف هنا، وأخد العرض ده. طب شوف هتاخد قد إيه من المسافة دي.
خدت مسافة لحد هنا. ماشي، يبقى أنا كده بالظبط المسافة ما بين عين والعين هطلع بخط مستقيم لفوق. تمام. بس خلي بالك إن العين هنا المسافة هنا أوسع مني تقريبا في الناحية دي، لكن أنا هبعد أو هميل لبره شوية. بقى هحط في اعتباري بقى إن العين هتبقى المسافة أوسع مني من ناحية اليمين. بعد كده عايز ترسم كتلة الأنف، الوش باصص لتحت شوية. أنا عندي في الوضع الأمامي برسم الخط هنا لتحت، يبقى أنا هنزل مسافة صغيرة لتحت لأن الوش نازل لتحت شوية. بعدين الخط اللي أنا رسمته في النص ده نص المسافة دي، وبعدين هاجي ما بين الخط ده والخط ده أرسم عرض دوران الأنف اللي طالع لفوق، وأوصله بمين؟ عرض ده أقل من العرض ده، وأوصل ده بده خط مستقيم. كده أنا رسمت الكتلة بتاعة الأنف أهو، وأوصل دي بدي، وأوصل دي بدي. أنا كده رسمت مين؟ الأنف. خلاص كده نقدر نرسم الأنف عليه. كده رسمنا الكتلة. خلي بالك خط العين كان بيمشي كده وبعدين بيغير ويمشي وينزل تاني ويطلع كده، بيمشي كده ماشي كده وطلع. لقى الأنف قدامه فأكيد مش هيعرف يمشي مستقيم، هيطلع كأنه طالع جبل، طالع بالميل كده. بعد كده بيرجع يمشي على مستوى الأنف العلوي، وبعد كده يرجع ينزل، وبعد كده يرجع يعمل نفس الخطوات الناحية التانية. خدت بالك؟ هنرسم الفم. خلي بالي إن الفم مفتوح شوية، فلازم كنت أزود مسافة الفم الصغيرة دي هنا كده. أنا زودتها، كان الخط هنا زودته مسافة صغيرة. هبعد، شايفين المسافة من أول هنا لحد هنا أقسمها نصين، والنص اللي فوق، النص اللي فوق من أول هنا لحد هنا أقسمه نصين. أجيب مين؟ خط الشفة اللي فوق. بعد كده هنزل مسافة، أحدد الشفة اللي تحت اللي فوق. كده حددت ارتفاع، هسيب مسافة صغيرة للفتحة بتاعة الفم، وبعد كده أنزل مسافة أكبر لمين؟ مسافة الشفة اللي تحت. بعد كده هاخد نقطة للأنف يمين، شوفها بتبعد مسافة قد ايه عن الأنف. لقيتها بتبعد مسافة صغيرة. الناحية التانية نفس الفكرة. خلي بالي إن النقطة دي تبقى قصاد النقطة دي، تمام، قصاد بعض اهو. كده احنا خططنا البورتريه وعرفنا أماكن كل. فاضل بقى إن أنا أحدد نقطة العين، نقطة العين والنهاية. خلي بالك إن عرض العين ده لازم يكون أقل من عرض الأنف. عرض العين ده، طب أنا بظبطها على طول إزاي؟ لأن عينيا بتروح على عرض الأنف وأبدأ أقارن ده بده، يعني أقارن المسافة دي بعرض الأنف لقيتها أقل، وأما أجي أرسم وأبقى سبت المسافة. هنمشي بقى لما نيجي على خط السنتر هنا أسيب مسافة صغيرة، بس خلينا على الخط، خلينا على الخط اللي أنا. تمام. وهطلع أرسم خط صغير كده، هميل لفوق لفوق مسافة. المسافة دي نهايتها فين؟ ما بين الخط بتاع الكتلة اللي فوق ده، ده وده في النص. أنا كده في النص أهو. هميل ميل بسيط وأرجع أنزل لمين؟ للخط، لأ قبل الخط بمسافة. أنهي الأنف. النقطة دي قصاد النقطة دي، وأطلع قصاد النقطة دي فوق، دي قصاد دي. وبعدين أنزل، بعدين أحدد نفس اللي عملته ناحية. هعمل بقى الدوران بتاع جناح الأنف قريب جدا، تقريبا نص مني، وأعمل الدوران وأطلع مسافة لفوق. ولما أجي ألف هبقى مع نهاية الفتحة دي، ألف كده وأنزل مع نهاية الفتحة.
الناحية التانية أعمل نفس الكلام. وأخطف بسرعة لفوق، وبعد كده أطلع، أبقى قصاد الفتحة، أبقى قصاد الجناح من فوق، وأخد الظهر مع نهاية مين؟ الفتحة. ممكن بقى نرسم التفاصيل، أو ممكن نظلل، نرسم طبعا نظلل، طبعا نظلل، وبعد كده نرسم الأنف. أنا بظلل الأنف بسبب التشريح اللي عليه، حددت مكان كل حاجة عايزها على الأنف. اللي مستعجل يشوف الرسمة. أظن برضه هعمل كده الناحية التانية. ممكن إن أنا أوزع الضلع بتاع الوش كله، أمسح بقى الخطوط دي كده، وأعمل فاصل. أوزع ضلع خفيف، أقل درجة ممكن أجيبها بالرصاص، أوزعها في المنطقة دي، وبعد كده كأني بعمل خطوط مستقيمة، بس بميل القلم قريب جدا من السكتش. أنا عندي هنا مين؟ خط الشفايف. وأوزع بس درجة خفيفة، وبعد كده هرجع إن أنا أدرج الدرجات من الغامق للفاتح، وأحط 100 توم ما بينهم. طبعا نرسم الفم. يلا، هنيجي هنا في النص ونعمل 7 7 خفيفة كده، 7 خفيفة النهاية التانية. من النقطة اللي في النص دي هنزل تحتها هنا، وأعمل 7 خفيفة جوه، ما هي ال7 يعني هي عاملة دوران لجوه ونازلة، بس أنا هعمله الأول على شكل 7 من عند الخط اللي أنا واخده، وبعد كده هميلها لتحت عشان تروح للنقطة دي. الناحية التانية نفس الكلام اهو. شوف انا عملت كده، طلعت زي ما طلعت فوق، خلي النقطة دي تسبق شوية النقطة اللي فوق، النقطة دي تسبق شوية النقطة اللي فوق، وبعد كده ارجع انزل بميل خفيف، اروح لمين؟ النقطة. بعد كده الجزء اللي هو في النص، الجزء اللي هو في النص اللي داخل لجوه ده اعمله ازاي؟ هطلع اعمل 7 عكس اللي فوق اهي، تمام، وارجع افتح الفم، افتح المسافة اللي هي ما بين الشفة والشفة. عايز اوصل النقطة دي بالنقطة دي، اوصلها ازاي؟ هطلع بخط كأني طالع لبرا، كأني طالع لبرا كده، وبعدين اميله واعمل كيرف لبرا. الناحية التانية نفس الموضوع، همشي كأني طالع لبرا، وبعدين اجي في النهاية اعمل كيرف
نفس الشكل. شفة من هنا اهي، واعمل دوران رايح لهنا والناحية التانية رايح، بس خليها قبل النقطة، يعني خليها قبل نقطة نهاية الفم، وهنا برضو خليها قبل نهاية النقطة بتاعة الفم اهي. وبعدين طلع الظل ده لبره كده عشان يديني بروز للايه، للشفايف. بعدين نغمق في الجزء ده، كل ما تغمق الجزء ده أكتر هيظهرلك الشفايف. تعالى نظلل. بعد كده نعمل التفاصيل بقى بتاع الشفايف. في هنا تجاعيد، في تجاعيد الناحية التانية، في تجاعيد أخف هنا الناحية التانية. ده الجزء اللي فوق ده من الشفايف، وأعمل فيه تجاعيد خفيفة. وبعدين وأنا بظلل على حدود الكرة اللي أنا بعملها دي، بظلل من فوق كده وبسيب الجزء ده فاتح، وأظلل لجوه لحد ما يغمق. الناحية التانية أعمل نفس الكلام. وبعدين أسيب فاصل إضاءة ما بين نهاية الشفايف من فوق هنا كده والناحية التانية، وأبدأ أظلل البشرة عادي. الناحية التانية برضه أعمل نفس الكلام أظلل البشرة من هنا وأدمجها، أدمجها مع الفم. الفم عامل إضاءة هنا، شتت الإضاءة خفة. شكل البيضاوي كده هنا ده. وبعدين ظلل من تحت لفوق، من الغامق للفاتح. وأعمل بقى شكل التجاعيد هنا. التجاعيد عبارة عن أماكن منخفضة كده في الشفة، أعملها خطوط خفيفة ومتخليهمش كلهم شبه بعض، يعني مش كلهم قد بعض، عشوائي كده. بعد اللي انت وزعته ده ابدأ ادمجه مع الدوران ده بظل خفيف ميد تون. وبعدين هكذا الناحية التانية برضه. المنطقة دي كنا مدينا ظل، عايز تدمجه بقى مع كده. نرسم بقى مين؟ العين. من هنا من على خط العين وأمشي مستقيم وأنزل ميل بسيط، وأنا أطلع النقطة دي أطلع فوقها بمسافة وأعمل، بعدين أديها السمك تاني. خلي بالك لما أنا جيت في الجفن ده منزلتش تحت. بعد كده ده طالع لي فوق واخد دوران على طول، ما عملش انحناء، هو واخد دوران مباشر على طول. حاول أقارن الارتفاع ده بالعرض بعينيا، أقارن العرض ده بالارتفاع، بعدين أديله سمك، أكبر الارتفاع شوية وأقلل. تمام كده. بعد كده خط العين اللي تحت
بعدين خط العين اللي فوق، قلل وأوسع شوية وأقلل وأنت نازل. بعد كده ترسم الحاجب، سهلة بقى. الحاجب بص بداية الحاجب فين؟ تقريبا هنا اهو، تطلع، هو تقريبا الحاجب يبدأ من تحت، بعد كده يطلع لفوق، طالع اهو. شوف انا طالع، بص على المسافة دي. بعد كده بدأ وانهي فين؟ فاكرين لما انا قلتلكوا نهاية الحاجب هنا؟ اهو نهاية الحاجب هنا فوق الخط، طالع كده. بعدين امشي اميل الخط المستقيم كده اهو، بعدين انزل بقى مستقيم تاني. شوف كلها خطوط مستقيم. الصورة دي أنا حاسس إن هي معمول عليها فلتر. ناخد برضو العين مع الأنف، تمام. أبعد مسافة من دي وآخد مين العين قصاد العين التانية. همشي برضو مستقيم أهو، مستقيم. بعدين أنزل كيرف بسيط جدا لتحت، أرجع أطلع النقطة دي، لأ أطلع فوقها بشوية، بعدين أديها سمك، تمام. بعد كده هطلع باللفت. أنا شفت لها صورة تانية ما كانتش شكلها كده، كانتش عينيها كبيرة أوي أو مناخيرها صغيرة أوي كده، مش عارف في حاجة غلط. أعمل سمك العين، بعد كده هعمل فين؟ هعمل خط العين اللي فوق على طول. بعدين أقدر بقى إن أنا أعمل خط الحاجب التاني. بص الحاجب طالع وماشي، بس هنا مرفعش الحاجب، رفع مسافة صغيرة جدا بالنسبة، ده الحاجب هنا أعلى. فمجرد ما هتمسح الخطوط دي هيبان إن الحاجب أعلى. نمسح على الخطوط دي عشان نعرف نظلل. وانت بتظلل خلي بالك من المسافات عشان ممكن تتغير. خطط للودان.
خلي بالكوا إن الفيديو ده تعليمي، انت لو مشيت معاك كذا خطوة هتفهم ازاي ترسم بورتريه الأمام. عايز يسأل عن تفاصيل الكورس أو أي حاجة يبعت على الرقم اللي موجود في البايو.